أهلا بكم من جديد في الشاشة الوينكا والتركات الجامدة جدا. زي ما انت شايف التركية دي بمفتاح النور تفتح الليدات الجانبية وأضواء العربية. حبايبنا عشاق الصيانات، رجعنا لكم زي ما وعدناكم بالفيديو التاني، الجزء التاني من الشاشة الوينكا وتظبيطها. زي ما انت شفت كده الحركة الجامدة دي، ممكن من في مفتاح النور تقدر تتحكم في إضاءة الشاشة أو تعرفها الليل من النهار. زي ما انت شفت كده ممكن تخلي كمان الأضواء اللي في الجنب تشتغل معاك أو تطفي مع مفتاح النور. بص كده لما تفتح مفتاح النور هتلاقي الشاشة لو كانت شغالة نهار هتقلب على النايت مود. طب الحركة دي بتتعمل ازاي؟ تابع معايا بعد الفاصل هشرح لك بالتفصيل ازاي مفتاح النور تقدر تتحكم فيه في الدي مود والنايت مود أو النهاري والليلي، وكمان الأضواء الجانبية. طب الحركة دي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل عن طريق إن أنت تخش على الإعدادات من الترس طبعا، خش من على الترس اللي هو من الهوم، او ان انت تخش من قوائم البرامج اللي موجوده على الشاشه، وتخش على السيتنج اللي هي العلامه اللي بالاحمر دي. تمام، من هنا ومن هنا. خد بالك برضو لو خدت بالك عشان انا مش فاتح النور الصغير، مش فاتح المفتاح ده، فتبص تلاقي ايه، ال- الشاشة شغالة على الدي مود، منورة ابيض، الخلفية بيضة. لما فتحنا المفتاح بص كده قلبت نايت مود. تمام، والانوار اللي في الجنب زي ما انت شايف كده ايه، الليدات اشتغلت عشان فتحنا الايه، فتحنا النور الصغير. طب اول ما نطفي النور كده تمام ترجع ايه، دي مود. يبقى انت بتحدد الليل والنهار بالمفتاح ده. طب نعملها ازاي؟ تابع معي. اهلا بكم من جديد. شفنا طبعا قبل الفاصل ازاي بتحول الشاشة بتاع الوينكا، تخليها نهار او ليل بارادتك انت، مش على حسب الساعة. دي بتيجي منين؟ من ديسبلاي او اللي هي العلامة دي اللي هي الشاشة او العرض زي ما تقدر تقولها. تمام، وتيجي على الكلمة دي اللي هي باك لايت برايتنس كنترول، تحكم في إضاءة تخليها على اللمب. هي بتبقى لو انت فتحتها كده تبقى زي ما انت شايف كده على التايم، طيب على الوقت. فهو محدد الوقت من الساعة 5 كده المغرب، والساعة 7 كده الصبح. يبقى من بعد 7 هتبدأ تشتغل يعني داي مود أو نهاري، وتفضل شغالة لحد الساعة 5 اللي هي 17، يعني اللي هي 5 مساء تبدأ إن هي تشتغل نايت مود، أو اللي هو الشكل اللي هو عشان كده زي ما انت شايف الساعة 9 و16 دقيقة، فهو شايف إن احنا كده بالليل، فعشان كده مغمقة. فاحنا كل الحكاية ان احنا هنعمل العلامة بتاع تايم دي، ندوس عليها. بص كده، ندوس على تايم دي هتبقى باللمبة، يعني بمفتاح النور. تمام كده، دي كده التركاية بتاعت مفتاح النور وخلفية الشاشة تبقى مضيئة أو إضاءة غامقة أو دارك يعني. وكمان بيتحكم في اللي هو بيفهم الشاشة، لو أنت مشغل خرايط يبدأ إن هو يشغل النايت مود ويشغلها على اللون الغامق. طيب بالنسبة للإضاءة الجانبية اللي هي الليدات دي، زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، هنشوف معانا الحتة المقطع ده كده. بنخش على الاعدادات وبعد كده بنخش على الجنرال او عام، وبننزل تحت في جنرال كده على حاجه اسمها لانتيرن. وهي من للاسف حتى لو انت قلبت الشاشه دي عربي هتلاقي القوائم دي معظمها بالانجليزي برضه، فانت اعرف مكان الزرار فين. تمام، هي اول واحده في القائمه المنفصله لوحدها، يعني جنرال اهو. تمام، لانتيرن سيتنج او اعدادات اللي بيسموه الفانوس او الكشاف يعني، او الليدات. تقدر ان انت تخليها مع النور، ممكن تغير اللون بتاعها من هنا. الايضاح زي ما انت شايف كده، بنخش برضو على الاعدادات. تمام، بنجيش بقى على ديسبلاي، بنروح على جنرال او عام اللي هو شكل الترس ده. تمام، بندوس عليه كده وبننزل عند زي ما قلنا اول قائمة اللي هي colorful lamp، اللي هي دي. تمام، اللي هو اول قائمة بعد جنرال. تمام، بتيجي على
زي ما قلنا الانترن سيتنج، زي ما انت شايف كده هو معمولة ايه باللمبة برضو، على اللمبة اللي هي ايه، لو انت دوست عليها كده زي ما قلنا بتختار لامب، وتخلي دي متعلمة كده اللي هي ان هو اوتوماتيك سايكل. يعني ايه؟ يعني يغير هو الالوان دي مع نفسه، تفضل الالوان دي الليدات دي تغير ايه الوانها اللي هي معروضة قدامك دي، هو يغيرها مع نفسه اوتوماتيك، يقلبها كده راندم يعني. تمام. بس فدي كده التركاية اللي تخلي مفتاح النور يتحكم في الشاشة ويخليها نهار او ليل، ويتحكم في الاضاءة بتاع الليدات، وكمان الخرايط هتشتغل معاك حتى زي ما هتشوف كده في الاندرويد اوتو. تابعونا بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. زي ما انت شايف كده بتخش على كار لينك او تي لينك او زد لينك، وبيبدا ان هو يتوصل الموبايل. طبعا لازم تبقى فاتح على الاقل زي ما قلنا في الجزء الاولاني، تبقى فاتح على الاقل البلوتوث. تاكد من البلوتوث العربيه برضه. طبعا في الجزء الثالث ان شاء الله هنشرح التوصيل عشان ما نطولش بس عليكم الفيديو ده. زي ما انت شايف الاضاءه بتاع الشاشه اصلا عاليه، ودي من ضمن عيوب الوينكا ان الاضاءه بتبقى حتى على اقل درجه بتبقى عاليه جدا. فطيب احنا دلوقتي زي ما شرحنا كده الخرائط العادية اللي موجودة في الجهاز ازاي، وشوفنا ازاي ان احنا نخليها تقلب نهار او ليل. زي ما انت شايف برضو لما عملنا فتحنا مفتاح النور قلبنا برضو الاندرويد اوتو قلب معانا ليل، والليدات الجانبية بتاع الكاسيت بدأت تنور راندم زي ما احنا قلنا. يبقى احنا برضو مفتاح النور ده كمان بيساعدنا في الاندرويد اوتو ان هو يقلل الاضاءة. زي ما انت شفت كده لما تطفيه الاضاءة بتبقى عالية جدا. فده التركاية بتاعت استخدام مفتاح النور وتقليل الإضاءة أمامك وأنت سايق. طبعا مش هننسى حبايبنا طبعا والتعليق اللي قالوا لنا في التعليقات أو سألونا في التعليقات عن موضوع تغيير الزينات إزاي في الشاشة. هنشوف الكلام ده بعد الفاصل، فتابعونا. أهلا بكم من جديد. زي ما أنت شايف كده بتجيب الشاشة الرئيسية وتبدأ تدوس على الترس أو الإعدادات، أو بتخش من هوم وتقلب وتجيب الإعدادات زي ما قلنا. طيب بتخش من الإعدادات على زي ما انت شفت كده على فاكتوري وكلمة السر 3368 وتدوس صح. بتلاقي حاجة عن تاني حاجة عندك على طول في القائمة اللي هي الايه، الهوم لانشر. انا مخليها على اول واحد اللي هو 111 ده. انت ممكن تغير اول ما تغير وتدوس عليها بيقوم مغير الزين زي ما انت شايف. تقدر برضو ان انت تروح تاني برضو على السيتنج اللي موجود او علامة الترس، او طبعا مكانها اتغير، وخش فاكتوري 3368 وتدوس صح، وتخش على اللانشر. تمام، وتختار اللانشر اللي بعده. اول ما تدوس عليه بيقوم مغيره لك على طول. تمام، انا طبعا جربتهم كلهم، انا ارتحت اكتر مع اللانشر اللي هو الاولاني. فبندوس الكلمة السر 3368 وبنخش على اللانشر وبجيب الاولاني. زي ما انت شايف اللانشر ده الارقام فيه واضحه وكبيره، وكمان ممكن ازود انا قوايم هنا برضو واختار منها وانا ماشي. تمام، دي كده بالنسبه لتغيير ازاي اغير الزينات في الوينكا. واعتقد كمان الوينكا ال 360 هتبقى نفس الكلام. في الجزء الثالث ان شاء الله هنشرح التوصيل بتاع الكاسيت على البلوتوث وعلى الواي فاي، وازاي نعمل هوت سبوت. انتظرونا في الجزء الثالث قريبا إن شاء الله. انتظر تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.